الله على بركه الله. كما كتشوفوا معايا غادي ندوزو لمقادير العجين باش يرتاح لي. عندي كما كتشوفوا هنايا عندي 500 غرام ديال الدقيق وعندي 100 غرام ديال الفينو. غناخذ معلقه صغيره ديال خميره الحلوى ومعلقه ديال الملح وصغيره والماء الدافي باش نعجن العجينه ديالي. غنزيد القبيصه ديال الملحه. غادي نحرك المكونات كلها مع بعضياتها وبعد ذلك غادي نبقى نزيد الماء شويه بشويه حتى نحصل على عجينه اللي ما تكونش قاصحه وما تكونش لينه بزاف، تكون ما بين وما بين. بطبيعه الحال هاد العجينه هذه ما غندلكها ما والو، غادي نجمعها وغادي نقسمها مباشره بالاستعانه بالزيت. غادي نقسمها الكويرات، انا درتهم متوسطين الحجم كما كتشاهدوا معايا. كنوضعهم في صينيه اللي مدهونه بالزيت وهما كذلك كندهنهم بالزيت وغادي نغطيهم كما كتلاحظوا معايا بهذا الشكل هذا على ما نوجد الحشو وفي نفس الوقت على باش يرتاحوا ليا. وكنظن غياخذ واحد الوقيته ديال تقريبا واحد نصف ساعه على ما نوجد الحشو والحشو يبرد كذلك، لان ضروري الحشوه خصها تكون بارده. وبعد ذلك عاد نرجع لهم ان شاء الله. بالنسبه للحشو كما كتلاحظوا معايا عندي انا هنايا 3 ديال البصلات اللي مشلضين، عندي واحد الكميه لا باس بها من الشحمه الاتجاه ديال الكلوه، اللي ما تيبغيش الشحمه بزاف يدير غير واحد المعلقه صغيره غير التنسيمه. وعندي هنايا المعدنوس والقزبور، فلفله حمراء، عندي كذلك هنايا شويه ديال الكمون، شويه ديال الفلفل الحار تيبقى اختياري، عندي تقريبا واحد 4 الفصوص ديال الثومه اللي كيبغي الثوم بزاف، اللي بغى ينقص منه واخا هو حاليا دابا الثوم مهم جدا وتيقتل بزاف ديال الفيروسات بزاف. فانا كما كتشوفوا معايا ما درت هنا لا زيت لا والو. هذيك الشحمه غادي تطلق ليا هي داك اللي دام ديالها، وهذا هو السر في المذاق ديال هذا المسمن ديال الشحمه بالبصله. كيجي غزال بزاف بهذيك الشحمه، خصوصا هذيك اللي كتكون الجهه ديال الكلوه. فكنحرك كلشي مع بعضياته تطلق ليا البصله داك الميها ديالها مع ديك الزيت اللي غتطلقها ليا الشحمه، ونبدا نحرك. كما كتلاحظوا معايا طلقات ليا وامتزجت العناصر كلها امتزجات مع بعضياتها، وكان هذا هو الشكل ديالها. دابا غادي نخليها على جنب حتى تبرد، ضروري الحشو يكون بارد. عاد ديك الساعات ندوز باش نكمل الوصفه ديالي. من بعد ما بردت ليا الحشوه انتما كتشوفوا كيفاش. عندي هنايا زيت نباتيه وعندي هنايا واحد شويه ديال الكفته. اللي بغى انا غندير شويه، النص غادي نديرو بالكفته وهاد البصله والشحمه، والنص غادي نخليه بلا كفته بلا بصله بلا والو، لان الاخوات طلبوا لي شي طلب لي هكا شي طلب لي هكا، فانا قلت هكايا ندير باش نرضي الطرفين. النص غنصوب بالكفته والنص غنصوبو بلاش. هذيك الكفته عندي انايا راها غير فيها التوابل او العطريه اللي حنا مولفين عليها، وفتتها هكاك غير في المقلاه مع شي شويه ديال الزيت غير في المقلاه هكاك تتفتت، ضروري تفرتت حتى يوليو الحبيبات ديالها بحال الشكل ديال الكسكسو باش ما تقطعش لينا العجينه. كنستعين بالزيت كما كتلاحظوا معايا، وكنحاول نطلقها مزيان على شكل مربع. ومن بعد غنجيب الجراره ديال البيتزا غادي نوضع بها هاد الخطوط كما كتلاحظوا معايا في لا فيديو، وكنجيب الحشو اللي فيه البصله وداك الشحمه وداك الشيء، وكنحاول انني ندهن حتى هاد المسمنه هذه باش يجي فيها داك المذاق زوين. وكنوضع الكفته فوق من داك الحشو، كنحاول انني ندير على شكل ظرف او شكل مربع، وانا كنلف بهذه الطريقه
طريقه جد سهله وبسيطه، وصدقوني كيجيو واعرين. غتشوفوا معايا ان شاء الله في نهايه الفيديو. راكم شفتوا في الاول الفيديو كيجيو مرقين، اقسم بالله ما غادي تندموا عليهم، لان فريمون شي حاجه اللي كتحمر الوجه، وشي حاجه اللي ما غاديش تستغناو عليها وغتستغناو نهائيا على ديال الزنقه. يعني كيجيو غزالين والحشو ما تيخرجش، وكيجيو بنان 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 بزاف. خصوصا اللي خليتهم لغد ليه، انا كنخليهم غير في الثلاجه ونبدا نخرج ونسخن. كما كتشوفوا انا سبقتكم وبديت كنخبز، كنكمل كاع دوك الكبيرات اللي عندي حتى كنكملهم. عاد كنرجع للمربع الاول، كنوسد عليه غير شويه، ومن بعد كنحطو مباشره في المقلاة. دابا غندوز نخبز معاكم عاوتاني وحده اخرى جديده. كما كتشوفوا معايا نحاولوا نقادوا الجوانب ديالها، ما تنزيدوش الزيت في المقله، لانها ما شاء الله راه فيها الزيت يعني ديال الشحمه. كندهنوا المقله غير في الاول فاش كنكونوا غادي نحطوها، باش ما يجيناش ناشف ويجينا مطقس. كنبداو نقلبوا فيه، ما كنبقاوش جالسين كنقلبوا فيه. وفاش كتجيو تهزوه راه ساهل، ما كياخذش الوقت نهائيا، ولا شي عذاب ولا شي حاجه، ولا تقولوا الحشو يخرج نهائيا ولا العجينه تقطع. العجينه اللي كتقطع هي اللي كيكون فيها خميره ديال الخبز كتقطع صراحه. انا جربتها مرارا وتكرارا كتقطع. خصكم ديروا وحده فوق في وسط وحده باش يلا ما تخرجش الحشو او ما تقطعش، لان الخميره ديال الخبز كتخلي العجينه دغيا تطلق. فهاد الخميره ديال الحلوى تجيبوا طب 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 طب. نتمنى انكم تجربوه ولو غير بالبصله والشحمه، او غير بالبصله والمطيشه، وجربوه ولو غير حتى 3 ديال الحبات، وجربوه وردوا عليا الخبر في لي كومونتير، وقولوا لي يعني شنو وجهه النظر ديالكم وشنو هو الراي ديالكم. كنبقى نستمر هكا حتى كيعطيني واحد اللوين اللي هو مذهب، وكنبقى غير نضغط عليه صافي. ما نزيدش اكثر من الضغط، غير نضغط عليه. داك الزيت اللي فيه راه كيخرج، داك الزيت اللي فيه داك التوابل. اذا الحبيبات ديالي وصلنا لنهايه الحلقه. كما كتشوفوا معايا هذه هي نهايه ديال الحلقه ديالنا هذا النهار. هادو هما المسمنات ديالنا. كما كتشوفوا الشكل ديالهم كيفاش كيجيو، راه كيجيو رائعين كما كتمناوهم في الخاطر ديالكم، سواء هادو اللي درتهم غير بالبصله ولا الاخرين اللي بالكفته. فحال باللي متواجد عندكم ممكن انكم تجربوهم، فعلا كيجيو شي حاجه اللي هي غزاله بزاف وما كتخرجش الحشوه، وكما كتلاحظوا معايا كتجي واحد النتيجه اللي هي رائعه. نتمنى ان شاء الله حلقه اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، ولا عجبتكم الحلقه ما تنساونيش بجام وبدعواتكم وبالاشتراك في القناه باش توصلوا بالجديد، واكيد تبارطاجيوها ان شاء الله مع احبابكم وصحاباتكم باش تعم الفائده على الجميع. شكرا لكم دائما على دعواتكم الصالحه والطيبه. استودعكم الله والى حلقه قادمه باذن الله. مع السلامه.